شفنا ضغط. شفنا ضربة الجزاء. واش نهضروا على ضربة الجزاء؟ انا ضربة الجزاء نقطة مهمة خصنا نوقفوا فيها. اولا ضربة الجزاء 100%، يعني ما كاينش انا نهضر على ضربة الجزاء يعني ان لدي مثلا رأي مختلف. اظن الصورة كانت واضحة للجميع. ضربة جزاء مليون في المية، ما كاينش شي مشكل. وانا السؤال ديالي لسي زحزوح، يعني شنو هو الفكرة في ديك ضربة الجزاء؟ يعني الطريقة باش يعني حتى لو مثلا كانت الدية انك يعني تطلع الكرة، يعني تطلعها برا، واخا واش بهذه الطريقة كنطلعوا الكرة على برا في منطقة الجزاء؟ واش بهذه الطريقة يعني كأنك باغي دير تسديد المخلب النمير ولا ما يعني. انت عارف ان هذه ضربة جزاء، اني منطقة الجزاء، وانت عارف ان الكرة انت مش ضامن انك توصل لها الاول. انت مش ضامن يعني. لو انا غلطت وهذا واقع الحال وما ندش الكرة، غنضرب اللاعب وغنصدم في ضربة جزاء. الحمد لله ضربة جزاء ضاعت، ولاني انا ضريت الفريق ديالي بوجوده في هاد الظرفيه. لما انت منتصر كتقدم اداء مزيان دفاعيا واقف، كتجي كدير غلطه يعني ماشي هكا كنضيع. كاين اكثر من طريقه انك تعمل الكره. كان ممكن توصل للكره وتحجز عليه، كان ممكن انك دير غير الرجل وانك تحاول لما تعرف ان الكره بدات تمشي لك تتحاول انك ما توصلش للقدم. وهذه الطريقه كيديروها المدافعين بزاف ديال الفرق. كيكون تيمد رجليه على الكره لما يحس بان الكره ما بقاتش سميتو، كيحاول كيفاش يوقف، كيحاول انه يضرب رجله مع الارض ويحاول يتفادى احتكاك مع المهاجم، لان هذا الشيء ممكن يحسب الحكام يحسبوها ضربه جزاء غير بشويه د الاحتكاك، غير كسك شويه ويطيح. كاين اللي كيحسبها ضربه جزاء، يعني كاين اللي كيحسبها ضربه، وكاين اللي تيقول سوفت، هي سوفت، هي خفيفه، ما تحتاجش ضربه جزاء. ولكن الاهم عندنا شنو هو؟ كيفاش كتصرف. يعني كتحاول ان الكره لما تمشي لك تحاول ان الرجل تحاول انك تحاول ان طيح على الارض، ما تطيحش على اللاعب. لا انت جاي تضرب النيت، انت جاي واحد، انت ديك اللي ليها خلاص، وضربتي لاعب السعوديه، تسببتي في ضربه جزاء. ضربه جزاء غبيه بالنسبه لي انا، ضربه جزاء غبيه، ضربه جزاء غير مفهومه، ضربه جزاء كتبين بلي العقليه مازال خصنا نطوروا فيها. اللاعب المغربي خصو يطور شويه في العقليه ديالو، لان العقليه باش كتبدا اي لاعب على مستوى الدوريات العربيه كاملين منهم الدوري المغربي، واي لاعب